السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات ادم. كنتمنىكم يا ربي كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. واليوم غادي نتقاسم معكم هذه الوصفه، هذه وصفه التورته اخواتي، ليست بالريد فيلفيت. تقدروا تقولوا انها مزوره، حيت اخواتي هاد التورته جد بسيطه، الكيك ديالها كيبقى جد اقتصادي. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا المنظر ديالها والمذاق ديالها روعه اخواتي. ما نطولش عليكم، دابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. وهادوم هما المقادير ديال الكيك ديالنا اخواتي. غنستعمل هنايا عندي جوج البيضات، عندي كاس الا ربع سكر سنيده او السكر الخشن، نصف كاس عنبه من زيت المائده، كاس عنبه من حليب بارد او تعوضوه بالياغورت، هنا جوج ساشيات السكر الفاني، هنا عندي ساشي من الخميره ديال الحلويات من فئه 15 غرام. غنستعمل رشه ملح، ملعقه كبيره من الكاكاو المر، دقيق حسب الخليط. وهنايا عندي نكهه وملون في نفس الوقت اخواتي. غنستعمل هنا نكهه التوت، تقدروا كذلك تستعملوا نكهه الفريز اذا بغيتوا. وهنا الملونات عندي ملون جيل وعندي ملون غبره، هذا جيل اخواتي من ماركه ويلتون، هذا كيبقاو غاليين شويه وماشي الاخوات كاملين متوفرين عليه، لهذا باش نستعمل هذا غبره كيبقى الثمن ديالو مناسب، وتقدروا تصيبوه كيتباع في اي محل اللي كيبيع الحلويات اخواتي. صافي هنا باش نخدموا الكيك ديالنا عادي اخواتي كي مولفين كتعدلوا الكيك ديالكم. كنعملوا البيضات، سكر الفاني، رشه ملح والسكر سنيده، وكنطربوا كلشي بالطراب الكهربائي. لهذا قلت لكم اخواتي هذه ماشي الريد فيلفيت، هذه كيكه عاديه مي لونتها باللون الاحمر باش عطات لها جماليه. اذا خصكم اخواتي الوصفه ديال الريد فيلفيت قولوها لي في التعاليق، ونتقاسم معكم الوصفه ديالي كيف كنعبدلها ان شاء الله بحول الله. صافي هنا من بعد ما طربت مزيان البيضات والسكر، باش نبقى نضيف الزيت ديالي شويه بشويه وانا كنطرب، وكذلك مثال مع الحليب ديالي عاود باش نبقى نزيد شويه بشويه وانا كنخلط على هذا الشكل هذا. هاهيدا على هذا الشكل. دابا باش نزول الباطوغ، وهنا باش ناخذ واحد الغربال باش نعمل فيه الدقيق ديالنا مع الكاكاو مع الخميره ديال الحلويات، وغنبقى نغربلهم فوق الخليط وانا كنخلط غير بالطراب اليدوي. هنا اخواتي الدقيق حسب النوعيه الدقيق كتبقى عندكم ميزانكم مع الخليط ديالكم. مي انا خدات لي حوالي 300 غرام د الدقيق. صافي باش نبدا نضيف الدقيق ديالي ونخلط شويه بشويه حتى نحصل على واحد القوام ديال العجين، القوام ديال الخليط ديال الكيك ديالنا اخواتي. ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف، يعني واحد القوام معتدل باش تشوفوه معايا في الفيديو. صافي هايدا باش نزيد واحد شويه الدقيق ونزيد نخلط اخواتي. دابا باش نضيفوا الملون والنكهه ديالنا. بالنسبه اخواتي لهذا الكاكاو اللي زدت لهاد الوصفه هذه فهو ضروري باش يعطينا باش يخرج لنا ديك اللون اللي بغينا. وهنا النكهات اذا عندكم ما تترددوش بالاستعمال ديالها في هذه الوصفه هذه اخواتي، كتعطي واحد المذاق روعه. وهانتوما كتشوفوا اخواتي اللون كيف عطانا اللون الاحمر، كيعطي واحد اللون احمر جميل جدا. فضروري من استعمال الكاكاو باش يعطيكم هذا اللون هذا مزيون. هايدا على هذا الشكل هذا. صافي هنا خديت واحد الاطار، واحد المول ديالي، هنا القطر ديالو 18 سنتيم، غلفته بالورق الزبده حيت الارتفاع ديالو صغير اخواتي، وانا ان شاء الله باش تشوفوا الكيك ديالي كيف باش ترتفع معايا. صافي هنا باش نكب الخليط ديالي، وهنا ديجا اخواتي عملت الفران ديالي سخون على 160 170 درجه. شعلت له عين من التحت حتى نشوف الكيك ديالي تنفخ وطاب. عاد باش نزيد له واحد 5 دقائق يتحمر لي من الفوق ونجبدوا الكيك ديالنا ان شاء الله. صافي اخواتي ها هو من بعد ما طابنا الكيك ديالنا كتشوفوا ما شاء الله كيف كيرتفع. هانتوما باش تشوفوه معايا دابا باش نزول له الاطار ونزول له ديك الورق الزبده وهو باقي سخون اخواتي باش تشوفوه معايا. هانتوما ما شاء الله كيعطينا واحد الارتفاع جميل. باش نعبروا لكم باش تشوفوه. هنا حوالي اخواتي الارتفاع ديالو ما بين 6 حتى ل 7 سنتيمتر الارتفاع ما شاء الله. وكيجي لنا واحد الكيك خفيف وهشيش اخواتي، نتمنى ان شاء الله تجربوه.
صافي دابا ان شاء الله باش نمشيو باش نوجدو الطورطه ديالنا. صافي اخواتي، وهني انا الخطوه هذه دائما كنعملها اخواتي بالنسبه للكيك اللي كنستعملوه في الطورطات، دائما كنخليه يبات. فانا من بعد ما خليت الكيك ديالي يبات غلفته بالورق بلاستيك الغذائي كما كتشوفوا معايا، وخليته في الثلاجه بات ليله كامله. لا غدا ديالو عاد باش نستعملو كما كتشوفوا معايا. صافي دابا باش نحيد له ديك بلاستيك الغذائي، وماش نحيد ديك الطبقه الفوقانيه ديك الوجه ديالو، باش نحيدها باش نستعملها في التزيين، باش نخليها جانبا، ومنها كيعطيني واحد السطح مستوي كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل. هانتوما كتشوفوا الكيك ديالي اخواتي كيجي خفيف وغزال ما شاء الله. صافي هنا باش نقطعوا باش نقسموا على 3 د القطع. سبق لي شاركت معكم طريقه كيفاش كنقطع الكيك ديالي اخواتي، غير كنرشم بالسكين. في الاخير كنستعمل واحد الخيط عادي اخواتي، كنعملو ما بين ديك الفلحات اللي عملت، وكنخالف الخيوط وكنجر باش كتعطيني واحد التقطيعه معاوطه. هانتوما كتلاحظوا معايا الطريقه جد سهله، وكتبقى احسن من الموس يعني من السكين. اذا خفتوا تجي لكم الطبقه ديالكم شي عالي شي حاني، استعملوا هذه الطريقه اخواتي. صافي باش نعمل نفس الشكل مع الطبقه الثانيه، ونمشيو ان شاء الله باش نوجدوا الحشوه اللي باش نحشو بها الكيك ديالنا او الطورطه ديالنا. صافي، وهنا بالنسبه للكريمه ديالنا اخواتي، انا باش نستعمل واحد 300 مليلتر من الكريمه هولالا هذه كتعرفوا اخواتي كتجيب السكر ديالها، لهذا كنستغني على السكر. وهنايا باش نستعمل الجبن نستعملوا اي ماركه بغيتو اخواتي، انا كيعجبني نستعمل فيلادلفيا حيت كتعطي واحد الطعم مزيون. بغيتو تستعملوا اي جبن كريمي لكم الاختيار. باش نستعمل نص البواطه فيها 270 غرام، باش نستعمل نصف ديالها، وتما غنكه بواحد القليل من فاني سائله، غير القليل فقط ماشي بزاف. صافي هنا كما قلت لكم باش نستعمل نص العلبه فقط مع 300 ملي د الكريمه السائله. اذا استعملتوا شي كريمه اخواتي ما فيهاش السكر، فزيدوا الكميه السكر اللي كتشوفوها مناسبه للحلاوه اللي كتبغيو. انا هنايا حيت هولالا معروف، انا دائما كنستعمل هولالا اخواتي. الناس اللي عايسقسيوني ما كنشريها من المغرب، ولكن هي متواجده عندنا هنايا في الميريا. باش نمشي ان شاء الله شي نهار نشريها ونصور لكم فيديو فيه كنتباع بالنسبه للاخوات اللي ساكنين في الحومه اللي ساكنه فيها انا او المدينه اللي ساكنه فيها انا. ان شاء الله دابا نصور لكم فيه كتباع باش تعرفوا. صافي هنا ديك الجبن كنطربوه شويه باش كيرجع كريمي، عاد كنزيدوا له الكريمه السائله ديالنا. صافي هنا كتشوفوني اخواتي كنقوز السباتولا باش ما تبقاليش الجوانب فيهم لاصقه ديك الجبن، باش نخلطو ان شاء الله وطلع لنا الكريمه ديالنا. هانتوما باش تشوفوا القوام ديال الكريمه اللي كيعطينا. هايدا هي بدات كطلع معايا الكريمه ديالي اخواتي، وما تطربوهاش اكثر من القانون اخواتي باش ما تقطع لكمش، ردوا بالكم بزاف مع هاد الكريمه هذه. صافي ها هي الكريمه ديالي دابا كتكون واجده. صافي هني باش نستعمل اخواتي بالنسبه باش نسقي الجينواز ديالي اولا الكيك ديالي بالعصير برتقال طبيعي عصرته. هني كيبقى لكم الاختيار واش تسقيوها ولا لا. صافي هنا باش نسقيها مزيان اخواتي، هي كتجي رطبه كتجي يعني هشيشه حيت فيها الزيت. اذا استعملتو الجينواز فالجينواز ما كيكونش فيها الدهنيات، لهذا كتجي ناشفه، خصكم ضروري تسقيوها. انا هنايا كتعجبني ديك الرطوبه اكثر في الكيك، لهذا كنسقي الكيكات ديالي كاملين في الطورطات. مي كيبقى لكم الاختيار اللي لكم اخواتي، ما تخافوش تجيكم شاحته، هي كتجي رطبه حيت فيها الزيوت. صافي هنا كنعمل واحد الكميه من الكريمه وكنسرحها مزيان على الكيكه ديالي. كنعمل الطبقه الثانيه عاود كنسقيها بنفس الطريقه ونعدلو الكريمه ونسرحوها عليها. يعني المونتاج د الطورطات كاملين كتعرفوها ما شاء الله. صافي هيدا باش نزيد الكميه من الكريمه وغنسرحها عاود عليها بنفس الشكل. هيدا على هاد الشكل اخواتي. وغنوضعو عليها الطبقه الثالثه من الكيك، وحتى هي باش نسقيوها اخواتي.
انا هنايا كنت عملت الكيكه الكريمه عفوا، عاد تفكرت بانني ما سقيتهاش، رجعت زولتها وسقيتها عادي، ماشي مشكل. صافي دابا باش نوضع الكريمه ديالي وباش نسرحها مزيان، نحاول نقاد لها شويه الوجه ديالها والاطراف ديالها. وهنا باش نعمل واحد الخطوه اخواتي، باش ندخلها للمجمد تبرد معايا مزيان، حيت كما كتشوفوا اخواتي الكيك كيجي هشيش، ومي كندهنوا الكريمه ديالنا كتخلط لنا مع ديك الفتاوت ديال الكيك. لهذا باش نعمل هذه الخطوه هذه، باش ندخلها المجمد تبرد مزيان حتى تقصح، عاد باش نعمل لها واحد لاكوش اخرى د الكريمه باش تجيني نقيه الكريمه ديالي، ما يجينيش فيها ديك الفتاوت الكيكه مع هي حمراء، يعني كيجي باين ديك الفتاوت د الكيك ديالي. فهذه خطوه باش نعملها ان شاء الله. صافي اخواتي، هيا من بعد ما خرجتها من الثلاجه، ماشي من الثلاجه اخواتي، من المجمد، خليتها حتى جمدت مزيان قصحت. دابا باش نعمل لها ديك لاكوش، واحد لاكوش خفيفه ماشي غليظه بزاف، باش تبقى لي الكريمه ديالي بيضه وصافي ما تجيش فيها ديك الفتاوت د الكيكات. صافي وباش نحاول ما امكن اخواتي انا كنت مزروبه، يعني ما عطيتلهاش الوقت الكافي باش نحصل على واحد الوجه والجوانب المس. دهنتها دغيا دغيا، حاولت ما امكن يعني نحصل على واحد الشكل يعني متساوي، ما يكونوش فيه ديك الخطوط، ولكن ماشي مشكل. صافي باش نحاول معاها شويه بشويه هيدا. وهنايا خديت ديك الاداه اخواتي اللي كنلمسوا بها الكريمه ديالنا، وكان منها كنزولوا ديك الفائض د الكريمه، منها كتخلي لنا واحد طبقه يعني متساويه. انا باش نحاول ما امكن نخليها كما قلت لكم واحد نحصل على واحد الطورطه، يعني تكون ما فيهاش الخدشات بزاف ديك الكريمه، على هذا الشكل هذا. وندخلوها للثلاجه اخواتي تبرد، على ما نمشيو نوجدوا واحد الكاناش ديالنا اللي باش نزوقوها به. هنايا باش نستعملوا 50 مليلتر من كريمه سائله، وهنايا عندي 150 غرام د الشوكولاته البيضاء، اي نوعيه شوكولاته عندكم اخواتي. دابا هنا باش نمشي نسخن الكريمه السائله ديالي ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. صافي هيا من بعد ما كتشوفوا اخواتي سخنت مزيان الكريمه ديالي، انا سخنتها في ميكروند، تقدروا تسخنوها على الموقد عادي. صافي هنا هاد الشوكولات قطعته باش يجي ساهل في العمليه الذوبان اخواتي. هيدا كنسهل على الشوكولات ديالي دغيا يذوب معايا. صافي باش نبقى نحرك هيدا باستمرار التخلاط حتى نشوف الشوكولات ديالي داب معايا نهائيا. نتوما كيما عاد تشاهدوا معايا فهاد الكلاصاج اخواتي كيجي لا رائع ولذيذ جدا، وكيبقى واحد الكلاصاج يعني دغيا كيوجد وكيجي في المنظر ديالو غزال، وحتى المذاق ديالو كيجي مزيون. صافي هنا كما كتشوفوني باش ناخذ واحد الكميه بسيطه باش نعملها في واحد الطاسه اخرى، ونزيد ملون غبره هنايا، ملون على حساب الدرجه اللي بغيتو اللون الاحمر. صافي وغنخلط مزيان اخواتي على هذا الشكل هذا. ساعات هاد الكميه هذه اخواتي باش نضيفها على الكميه كبيره ونخلط كل شيء. هنا يا اخواتي اذا جمد لكم الكلاصاج ديالكم فلا مشكله، كتدخلوه للميكرو بالنسبه اللي متوفر عليها، اللي ما متوفرش يعملوه في حمام مائي وكيرجع كيذوب معنا بكل سهوله. هو كما كتشوفوا ضفتها على الكميه الكبيره، وماش نعملها تما في واحد لابوش، عندي واحد لابوش الجيب الحلواني عملته في واحد الكاس، وماش نخوي فيه الكلاصاج ديالي اولا الكاناش اللي بغيتو تسميوه. هو تستخدم لكلتا الحالتين. صافي هيدا باش يكون الكلاصاج ديالي واجد. وهنايا استخرجت الكيك ديالي اولا الطورطه ديالي من الثلاجه، باش نزوقها من الجوانب بالكيك اللي شطنا اخواتي، اللي زولنا من الواجهه الكيك ديالنا باش نعملو فقط في الجوانب. هايدا على هذا الشكل اخواتي، فهو كيعطي واحد المنظر جميل للطورطه. هذاك الشيء انا زينت به اخواتي.
صافي. وهنايا الكميه اللي عاد تشط لي، انا قلت يمكن ما تشطليش شي كميه، مي شطات لي على ديك الشيء زوقت الوجه د الطورطه بنفس الكيك. مي اخواتي الزواق كيبقى على حسب الرغبه ديالكم والذوق ديالكم بطبيعه الحال. صافي هنا باش نجيب الكلاصاج ديالي اخواتي وماش مش نعدلهم فوق الطورطه. انا كنت باش نزوق على الجوانب اخواتي كما على هذا الشكل هذا. عاد طاحت لي فكره انني باش نكبو على الطرطه كامله، حيت كيجي لذيذ اخواتي رائع في المذاق. صافي وقررت نعمر الطرطه ديالي كامله به كما كتشوفوا. صافي على هذا الشكل هذا. فهو دغيا كيبرد اخواتي، حيت الطورطه ديالي خرجتها من الثلاجه، لذلك خصكم تكونوا سريعين في هذه العمليه هذه باش تحصلوا على واحد الخطوط يعني تكون متقونه. انا شويه كان برد لي على الطورطه، فلذلك مهم زوقت على قدر المستطاع وصافي ماشي مشكل. صافي على هذا الشكل هذا. وهنايا طربت واحد شويه الكريمه وعملتها في الجيب الحلواني، واستعملت من الراس د واحد اخواتي. وباش نعمل هيدا زهور او وردات بديك الكريمه على هذا الشكل هذا. هايدا اخواتي. المهم التزيين كيبقاو على حسب الرغبه ديالكم والتفنن ديالكم اخواتي. وهنا كما سبق لي قلت لكم شطات لي هاد شويه د الكيك وماش نزوقها من الداخل، باش نعدلو من الداخل الكيكه كما كتشوفوا معايا. صافي. وهنا كنت اكتفيت فقط بهاد الزهر هادو وزيت دورت الدائره كامله بالكيكه. نتوما كتعرفوا في الزواق يعني في المنظر حتى كتبداو تزوقوا عاد كتبدا طيح عليكم افكار. فلهذا كنقول لكم دائما الزواق على حسب الرغبه ديالكم. صافي هنا باش نزيد زهور اخرى بالكريمه ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي ديال الطورطه ديالنا. وهذا الشكل النهائي اخواتي للطرطه ديالنا. كما كتشوفوا اخواتي المنظر ديالها كيجي راقي جدا، واخا هي بسيطه كما شفتوا معايا، يعني ما فيهاش شي تعقيدات ولا شي حاجه. ان شاء الله تجربوها اخواتي وتعجبكم. انا اكيد ان شاء الله اذا جربتوها المذاق ديالها ماشي يروق الاستحسان ديالكم ان شاء الله بحول الله. وكما كتشوفوا معايا المنظر ما نهضروش عليه، كيجي منظر رائع. اذا وجدتوها للضيوف ديالكم اكيد باش تحمر لكم الوجه ديالكم، كما انكم تقدروا تعملوها لوليداتكم تفرحوا وليداتكم حتى هما ان شاء الله. وهنا باش نقطع لكم واحد الطريف اخواتي باش تشوفوا ديك الطبقات د الطورطه ديالنا كيف كيجيو، وديك اللون احمر اخواتي كيجي رائع. ها انتم كتشوفوا اخواتي ما شاء الله كتجي روعه. ان شاء الله اخواتي كنتمنى يكون يعجبكم فيديو اليوم. وما تنساوش اللي اول مره كيشاهد الفيديو اولا القناه يشترك فيها ويضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ان شاء الله باش توصل بجميع الفيديوهات القادمه المستقبليه. نقول لكم اخواتي تبقوا على خير، ما تنسونيش من اللايكات ومن التعاليق الجميله ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه اخرى، ومع السلامه.